السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلاب الثانوية العامة، طول السنة بندرس قواعد وكلمات وبنحفظ وبنقرأ. خلاص بقى الوقت عدى وفاضل إن أنت تراجع مراجعة ليلة الامتحان. مراجعة ليلة الامتحان معناها إن حضرتك مش هترجع تاني تراجع الوحدات اللي فاتت خالص. حضرتك هتركز بشكل كلي على الامتحانات وحل الامتحانات. طب العبرة إن أنا أخلص كتب كتير بيت باي بيت وجيم والمعاصر ومش عارف ذا بيست والكلام ده كله؟ ابدا. انت ممكن تحل 5 امتحانات بس تحلهم صح وتتدرب على حلهم بشكل سكيلفول، في نوع من المهاره، وده المطلوب مش كثره الحل تماما. تعالوا نشوف كده امتحاناتنا في الثانويه العامه على حسب الوضع الموجود دلوقتي عباره عن 17 نقطه اختياريه، قطعتين فهم، ترجمتين 2 عربي و2 انجليزي، سؤالين قصة، وفي الاخر المقال. طبعا هنشتغل ان شاء الله باستراتيجية جميلة جدا ان احنا هندخل على سامبل تيستس، هندخل على نماذج للامتحانات، وندخل ناخد كل نموذج نفصصه يعني ايه؟ يعني حضرتك مش هتختار الإجابة بتاعتك وتجري، لا أبدا. احنا هناخد كل جملة هناخدها شرح، سواء كلمات أو سواء قواعد، وهناخدها ترجمة، يبقى أنت خدمت منها كذا حاجة. وكمان الترجمة هتساعدك إن أنت ممكن تاخد الجملة دي أو شبيه للجملة دي في إن أنت تعرف تكتب في المقال إن شاء الله. وهندرس كل حاجة، إزاي نتعامل مع ده ومع ده ومع ده بطرق جميلة جدا وسهلة، وإزاي في الآخر نجيب درجات بشكل بسيط جدا إن شاء الله، ونقفل اللغة الإنجليزية خالص. وكده يبقى استفدنا ب4-5 امتحانات قفلناهم تمام، وفهمنا ازاي نحل وازاي نجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله في اللغه الانجليزيه. تابعونا على قناتنا توب اكسنتس. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كمان عن القصه، لان القصه دي موال لوحدها، ان احنا هنشرح القصه فصل بسرعه خالص، بحيث ان انا هقرا واترجم على طول، فادي لك فكره عامه عن القصه، وبعد كده نرجع نشوف الاسئله اللي بتتناول القصه. في الحاله دي هنعرف نستنتج ونعرف نعبر. بس الاساس في ده كله ان حضرتك هتسيب فرصه لنفسك ان انت تفكر. يعني ايه؟ زي ما قلت الجمل كلها هناخدها حل وترجمه، والقواعد هناخدها جوه الجمله بشكل تكاملي. طب هنروح على القطعه هنلاقي فيها مبنيه على الفهم. طب الفهم ايه؟ طبعا في القطعه هنضطر ان احنا نقرا الاول الاسئله علشان تدينا احساس وفكره عامه عن القطعه بتدور عن ايه. بعد كده هنضطر نقرا القطعه واحده واحده ونفصصها كده ونعرف التفاصيل بتاعتها، لان الاسئله معظمها اسئله ضمنيه inferred، مبنيه على حاجه اسمها inference، المعنى الضمني، تمام كده، والاستنتاجي. فبعد كده هناخد القطعه نفسها ترجمه. في الحاله دي حضرتك استخدمت الكلمات والقواعد وربطتهم بفكره، فده هيساعدك كتير جدا ان انت لما تشوف اي امتحان فيه كلمات حتى غريبه، فيه افكار غريبه، هتعرف تدخل بقلب جريء وتعرف تحل في الامتحان. لو رحنا بعد كده على المقال، هتلاقي نفسك بتهرب من المقال، عاوز تحفظ مقدمه وتحفظ خاتمه وتدش اي حاجه في النص، وطبعا ده كلام فاضي. هنتعلم ازاي ان شاء الله نكتب مقال بطريقه احترافيه وفي وقت صغير، بس علشان تقدر تقلل الوقت بتاعك وما يحصلكش ارتباك في الامتحان، لازم تتدرب من دلوقتي خطوه بخطوه، علشان تعرف لو هتتدرب مثلا على كتابه المقال افتراضا في ساعه مع الاستراتيجيات اللي احنا لسه هنقولها ان شاء الله، شويه بشويه هتوصل لاحترافيه الفكره، ان انت خلاص دماغك بقت شغاله وبتعرف توصل للهدف بتاعك وبتعرف تعمل تصور عام وبتدخل في التفاصيل كمان. ان شاء الله تابعونا على قناتنا توب اكسنتس، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.